اوعي بقى بعد الفيديو ده تشتريها تاني من بره او من الشركات، تجيبيها وعلى الآلية تكوني مسوياها. يعني تجيبيها جاهزة كده وتسويها، مش هخليكي تعمليها. تعالي بقى اقولك ازاي تجيبي الأجنحة وتنضفيها حلوة قوي، وتعملي لها تتبيلة سرية خطيرة تطلع لك الأجنحة كريسبي مقرمشة مستوية، وانت عاملاها نية من غير ما تسلقيها، ولا فيها دم بقى ولا أي حاجة. ولو باتت معاكي حتة تبقى كأنك لسه مطلعاها من الزيت، وكمان ما بتشربش معاكي زيت. شايفين العظم عامل ازاي؟ ولا دم بقى ولا أي حاجة. شايفين لونها زي الفل؟ وهوريكي بقى ازاي تسويها وتطلع معاكي مستوية زي الفل. تعالوا بقى كده نخش الفيديو ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد، ولايك جميل عشان ان شاء الله برضه هتستفيدي من الفيديو جدا. تعالي بقى نشوف حطينا ايه في الطبق الاخضر الجميل ده. حطينا كوباية من الدقيق، حطينا تتبيلة الفراخ بتبقى جاهزة من عند العطار، وكمان عصرنا ليمونة وشوية فلفل أسمر، شوية كمون، سنة كمون صغيرة، وكمان كزبرة. وحابة تضيفي أي بهارات تانية انت بتحبيها عليها حطيها، وشوية ملح مش كتير. نسبة الملح اللي هملح بيها الأجنحة هقسمها قدامكم على حاجتين. وتجيبي مية بقى وتروحي مقلباها، يعني من غير لبن وكمان من غير بيض، موفرة جدا واقتصادية وهتزود معاكي الكمية، وولادك كمان هيحبوها جدا جدا، وانضف كتير من بتاعة الشركات. هتبتدي بقى اللي انت تقلبي كده الخليط بتاعك ده لما يبقى معاكي يعني عامل زي الكيكة كده، زي عجينة الكيكة. الأجنحة زي ما انتوا شايفين غسلها حلو قوي ومنضفاه وشايلة منها الضفر الصغير ده اللي بيبقى فيه الزفارة. حابة تشيلي الحتة الرفيعة بتاعت الأجنحة دي براحتك، بس دي ما فيهاش زفارة. الزفارة الضفر الصغير اللي بيبقى فيها. غسلتها حلو قوي بالملح وبالليمون، نقعتها كده شوية، وبعد كده غسلتها كويس وحطيتها تتصفى في المصفى. وبعد كده تنزليها على الخليط العجين ده اللي انت عاملاه خفيف، يعني ما بين الخفيف وما بين التقيل زي الكيكة، زي عجينة الكيكة. هقلبها فيها بقى واسيبها فيها. لو حابة تعمليها من بالليل وبيتيها في التتبيلة دي حلوة قوي. وكمان قشر الليمون سبتها فيها. حابة تسيبها بقى من ساعتين لتلاتة برضو هتبقى مناسبة جدا. جبت بقى طبق تاني كده، وتعالوا بقى نعمل الكفر اللي بيبقى الخارجي اللي بيدينا القرمشة حسب الكمية اللي انت جايباها. انا طبعا جايبة زي كيلو، كيلو ونص كده اجنحة، فحطيت معايا ربع كيلو من الفيجيتار السايب. نص الكيس اللي انا جايباه ده نص كيلو، حطيت نص. وحطيت نفس البهارات اللي حطيتها في التتبيلة اللي انا حاطه فيها الاجنحة، نفس البهارات اللي هحطها برضو هنا. بس الملح خلي بالك حاجات بسيطة جدا، لان الفيجيتار الجاهز ده بيبقى مملح. وتحطي معلقة من البيكنج باودر. انا ما كانش عندي نشا بس طلع مقرمش وجميل جدا. حابة تحطي معلقة نشا لو موجود حطي، مش عندك هتطلع برضو النتيجة حلوة جدا زي ما انت كنت شايفاها. وحطيت كوباية قصادها من الدقيق. ده كده الكفر الخارجي اللي هبتدي اغلف بيه الاجنحة، اللي هيديني الطبقة الجميلة المقرمشة، وكمان مش هيشرب معاكي زيت خالص ولا الزيت كمان هيسود. هقلب بقى كده الخليط بتاعي ده. يبقى انا جهزت الخليط الكفر اللي هحطه فيه، وكمان التتبيلة. كده الدنيا عندي جاهزة. هحط بقى الزيت على البوتاجاز كده على نار هادية، مش عايزاه برضو سخن أوي ولا بارد، عايزة كده متوسط. هطلع بقى الأجنحة من الخلطة اللي أنا حطها فيها دي التتبيلة، هحطها في الكفر ده أهو. وممكن أحطها تاني في الخلطة ديت وأرجعها تاني في الكفر، لكن أنا لقيتها هي فابتديت أشيلها وأحطها بس في الكفر مرة واحدة، يعني بتشيل معايا الكفر وحلوة جدا.
اهي شايفين، ما ببططهاش، انت بتمسكيها كده تنطريها كده حاجات بسيطة، ما تبططيش الأجنحة مش زي البانيه. يعني البانيه بتبططي، لا ده ما تبططيش. وما تخافيش الكفر يبقى ثابت عليها جدا وماسك فيها ومقرمش وجميل وما بتشربش زيت. هجهز بقى كل الخلطة اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده هجهزها. وادي الزيت معايا اهو، سخونيته مظبوطة متوسطة، لا كده ولا كده. تبتدي تحطي الأجنحة على الظهر، اللي هو يعني من لما تبقى الفرخة كده معدولة الوش بتاعها من فوق اهو، شايفينها ازاي تطلع معاكي يعني مفرودة. لكن لو قلبتيها على اليمة التانية حطيتيها الأول هتلم معاكي، فأنا عايزاها معايا تبقى مفرودة زي ما انتوا شايفينها. وغطي عليها، بصوا اللون بسم الله ما شاء الله اهو. بتغطي عليها ليه بقى؟ عشان تستوي كده معاكي حلو، يبقى قلبها من جوه ابيض زي الفل اللحم بتاعها، وتستوي ما يبقاش فيها دم ولا اي حاجه. ومنك كمان بتحمي نفسك من الطرطشه بتاعت الزيت. وتديها بقى على الوشين كده تقلبتين وتطلع معاكي الف هنا وشفا وصحة وعافية على قلبك لما تقومي تجيبي الأجنحة وتعمليها لولادك. أكلة زي العسل، جنبها بقى شوية مكرونة، شوية رز شعرية، رز بسمتي، شوية سلطة، طبق طحينة، عملتي كنتاجي في بيتك من أبسط حاجة. طبعا كل واحد عنده الأسعار، ما اقدرش اقول لكم سعرها انا جبتها بكام، لكن كل منطقة بيبقى لها سعرها زي ما انتوا عارفين. بس اللي اقدر اقوله لك ان هي نية تستوي معاكي زي الفل، متكونيش سلقاها ولا بتحتاجي بيض ولا تحتاجي لبن، وكمان ما تشربش معاكي زيت، وتطلع معاكي مقرمشة وتطلع معاكي مستوية، ويطلع معاكي العظم زي ما انت شايفاه كده نضيف وزي الفل. وما تنسيش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك جميل وكومنت حلو منك تشجعيني، واقول لكم سلام عليكم، انتظروني في وصفة جديدة ومع السلامة.